عسلامتكم الناس الكل ومرحبا بكم في الحلقة الرابعة من برنامج لأنك الله. اسم اليوم كما قريتوا في العنوان اسم الله الفتاح، وما أدراك ما الفتاح. فقبل ما نبدأ بتفاصيل الحلقة هذه ما تنسوش كالعادة تحطوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة إذا كنت متابع جديد، وتفعل جرس التنبيه باش يوصلك أي حلقة جديدة أنا ننزلها، وتشارك الحلقة هذه ما بين أصحابك باش يعرفوا أكثر عن أسماء الله الحسنى. ونبدأ بأول فقرة معنا اسم الله الفتاح. رحمن يا رحمن. هو أولا اسم الله الفتاح تذكر مرة برك في القرآن بحق قول الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. العظيم. دونك تذكر مرة برك في القرآن. المعنى الأول للاسم هذا هو أنه يفتح المغاليق، أي حاجة مسكرة في وجهك ربي يفتحها. إذا استعملته بالطبيعة وإذا فعلته في حياتك باش يفتح لك ربي كل أبواب مسكرة. إذا كان باب الخدمة مسكر في وجهك فعل اسم رب الفتاح أو تتحل في وجهك. باب الرزق مسكر فعل اسم رب الفتاح وتو تفتح كل شيء في وجهك. المعنى الأول هو الذي يفتح أبواب الرزق لعباده ويفتح المنغلق عليهم من أمورهم وأسبابهم. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني وهو الذي يحكم بين العباد فيما هم يختلفون. فما مقولة لابن القيم يقول عن اسم الله الفتاح: وكذلك الفتاح من أسمائه، الفتح في أوصافه أمران: فتح بحكم وهو شرع الهنا، فتح بالأقدار فتح ثان، والرب فتاح بذين كليهما عدلا وإحسانا من الرحمن. هكذا نكون عرفنا المعاني اسم الله الفتاح، وتونا تعدوا للفقرة الثانية وهي قصة حقيقية عن اسم الله الفتاح. Let's go. رحمن يا رحمن. عادي يا سيدك يا سيدك. فما واحد يحكي في قصته هو انه ولده كي جاو باش يولدوه الولادة متاعو كانت متعسرة وصعيبة على الاخر، فكي جاو باش يجبدوه الابن متاعو اضطروا انه يجيبوا جهاز يسحبوا الدماغ متاعو، فصار له خلل في الخلايا العصبية. فاول ما كي خرجوه جاتو الرعشه، بدا يرعش يعني الابن نتاعو. فكي شاف الدكتور الحاله هذه قال للبو ولدك يا باش يتولد يعني مشلول او مختل عقليا. الدكتور الثاني، الطبيب الثالث، الطبيب الرابع، المهم للبو هذا استسلم وايد. سبحان الله مرة من المرات مشى البو هذا يزور في صاحب من اصحابه. طبيب الصاحب هذا جاي بدا يحكي له في القصه، فالطبيب هذا قال له فما دواء خلينا نجربوه. هو يحكي البو هذا قال كي الطب الكل قالوا لي ما فماش حل، قال انا الدنيا الكل جيت عليها والطب الكل مشيت يعني نجري عليهم وما مشيتش للفتاح. يا اخي سبحان الله بقى يدعي بالاسم هذا، بقى يدعي 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 لين سبحان الله بداو يعني يجربوا في العلاج. مشى العلاج هذا على ولده وتوا ما شاء الله الولد نتاعو عمره 15 عام يلعب يتحرك ويمشي وما شاء الله عليه في القرايه. دونك سبحان الله شوفوا اسم الله الفتاح شنو عمل. من كان الولد مشلول وعنده خلل في الخلايا العصبية، رب سبحانه وتعالى شفى الخلايا العصبية ذوقهم وفتحهم وحلهم وردهم يخدموا بالباهي. فالقصة هذه نستفادوا منها انه لازمنا احنا اسم الله الفتاح دعيو بيه، لازمنا نفعلوه في حياتنا باش ربي يحل لنا كل حاجة مسكرة، باش ربي يحل لنا ابواب الخير، ابواب الرزق، ابواب الفلوس، ابواب الصحة. كل باب تحبوا يتحل فعل اسم الله الفتاح. وتوا ننتقلوا لآخر فقرة وهي كيفية تفعيل اسم الله الفتاح. Let's go. رحمن يا رحمن. نحبك أول حاجة تعملها أي حاجة تو تحسها مسكرة في وجهك، مثلا ما عندكش خدمة، ما عندكش مصدر دخل، باب الرزق مسكر في وجهك، قول يا فتاح افتح لي كذا كذا، يا فتاح حلها في وجهي في باب الخدمة، يا فتاح افتح لي باب الرزق، يا فتاح افتح لي باب الفلوس اللي محدودة منك، يا فتاح افتح لي باب الخير، باب الصحبة الداعمة، باب العلاقات الداعمة. أي باب راهو ما يتحل إلا بتفعيل اسم الله الفتاح، لأنه ربي بما أنه حط لنا الأسماء الله الحسنى راهو متاعو ماهوش عبثا، حطهم باش نفعلوهم في حياتنا، حطهم باش نستخدموهم. دونك أي حاجة تحسها مسكرة توا فعل اسم الله الفتاح وتشوف المعجزات والابواب اللي تتحل في وجهك. ثاني شيء ننصحك به انك اول ما تحل عينك من النوم قول بسم الله الفتاح.
بالحق. وتشوف قولها باستشعار، قولها وانت مستشعر انه اليوم ربي باش يحلك ابواب الخير، ابواب الفرحه، ابواب البهجه، بكل باب خير ربي باش يحلهولك. فقولها الاسم هذا باستشعار: بسم الله الفتاح، بسم الله الفتاح، بسم الله الفتاح. رب اليوم باش يحلها في وجهي، رب اليوم باش يحل باب الخير في وجهي، باب الرزق، باب الفلوس في وجهي باذن الله. واخر حاجه ننصحكم بها وهي التامل. باش نحط لكم في الديسكريبشن اللين نتاع تامل اسم الله الفتاح، اعملوه كل يوم قبل ما ترقدوا واول ما تفيقوا. بالحق باش ينفعكم برشا، وباش تلقاو التاثيرات نتاع اسم الله الفتاح. وفي الاخر نحب نقول لكم راهو ربي اعطانا كل اسم وسمى روحه بكل اسم مش عبثا، حتى اسماء الله الحسنى. وهو ربي شنو قال في القران؟ ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. فربي كي امرك انك تدعي بها ماهوش عبثا. حاجتك بالرزق ادعي بالرزاق، حاجتك بالفتح ادعي بالفتاح، حاجتك بالشفاء ادعي بالشافي. يعني لكل حاجه لها اسم، مش تبدا حاجتك انت بالرزق وتقول يا شافي رزقني، لا، يا رزاق ارزقني، يا شافي شفيني، يا فتاح افتح لي. حاول انك الاسم هذا تطبقوا في حياتك وتفعلوا في حياتك. فضل الاسم هذا تشوف الحاجات اللي تعيشهم باذن الله. وهكا تكون كملت حلقتنا. يا رب تكون عجبتكم وان شاء الله تكون فادتكم. واذا استفدت شارك الحلقه هذه ما بين اصحابك باش يعرفوا على اسم الله الفتاح، واشترك في القناه اذا كنت متابع جديد، وحط لايك اذا عجبك الفيديو، واترك لي كومنت اذا عندك تعليق او نقد او عندك فكره او عندك اقتراح، نتقبل كل حاجه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، الى ان القاكم في حلقه جديده واسم جديد باذن الله. باي.